السلام عليكم ورحمة الله. عندي خبر أرجو إن هو يكون كويس وجميل لبعض الناس، فركزوا معايا. أنا بدرس علوم شرعية في أكاديمية اسمها أكاديمية أبجديات أونلاين، وفي أكاديمية أبجديات أونلاين في دبلومة اسمها دبلومة العلم الشرعي. دبلومة العلم الشرعي دي فيها 7 مواد بندرسهم في حوالي 5 أو 6 شهور، وكانت معروفة إن الأول بيطلع رحلة عمرة هدية. مفترض إن إحنا بنبقى بندرس في ترمين، الترم الأولاني فقه وعقيدة وتزكية، والترم الثاني تفسير وحديث وآداب ومفاهيم. طيب إيه الخبر الحلو؟ الخبر الحلو إن الدفعة اللي جاية دي هي الدفعة العاشرة، ودي هتكون آخر دفعة على الإطلاق في دبلومة العلم الشرعي. طيب فين الخبر الحلو في كده؟ الخبر الحلو ان احنا بنقول ده رقم 1، يعني احنا بنقول بدل ما نغفل الناس، يعني لا، احنا ابتداء اهو بنقول الدبلومه دي يا جماعه احنا هنبقى بندرسها لاخر مره بالطريقه دي. فلو كنت متردد قبل كده او حابب ان انت تدرس معايا علوم شرعيه ومبادئ العلوم الشرعيه، وهتبقى جميله جدا باذن الله تعالى ان انت تبدا بيها طلب العلم، او حتى تكتفي لو انت كنت عايز تكتفي، هتبقى فرصه كويسه جدا ان انت تكون موجود معانا في الدفعه العاشره. ايه الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا؟ ان دبلومه العلم الشرعي كان لها شكل معين وطريقه معينه، واحنا ان شاء الله هنجمع يعني الامتيازات اللي اتعملت في الدفعات كلها، وهنضيف عليها كمان امتيازات تانية يمكن ما اتعملتش قبل كده خالص، هنضيفها للدفعه دي تحديدا. عشان ايه؟ عشان نخلي الدفعه دي من الاخر يعني ختامه مسك، انما الاعمال بالخواتيم. فعايزين نخلي الدفعه دي الدفعه العاشره هي افضل واحسن دفعه، ويكون فيها كل الامتيازات اللي كانت موجوده قبل كده وكمان حاجات اضافيه. فبصراحه هتبقى حاجه كويسه ان انت يكون عندك مجموعه الامتيازات منها اللي هنقوله دلوقتي هيطلع لك على طول، ومنها اللي هتعرفوا بقى ساعتها ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم. طيب ليه اصلا هنخلي دي رقم العشرة دي هي اخر واحده؟ عشان نظام التدريس ذات نفسه بعد كده هيتغير، هيبقى مبني على اللي احنا عملناه. فدي برضه حاجه مهمه جدا، انك لو بدات دلوقتي ممكن ان انت تعرف تكمل معانا بعد كده، انما لو كملت على طول او بدات مع اللي احنا هنعمله بعد كده يعني هتفتقر لبعض الامور، هتبقى لها حلول. ولكن لو بدات بدبلومه العلم الشرعي لا شك ان الموضوع هيكون افضل بكتير جدا. يا رب يوفقنا، ويا رب يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، ويا رب نتقابل كلنا في دبلومه العلم الشرعي الدفعه العاشره، ويا رب نكمل بعد كده طلب العلم. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فما تاثرش مع نفسك في العلم، بل وفي كثره التعلم والعلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.